قميص باين. المرة اللي فاتت وصلنا إلى مرحلة وقفنا عندها اسمها الباد ستيج. قبل ما نكمل كلام نبعد ده كده شوية. احنا عايزين نشاور هنا اهو. هنا في عندي ده لور جو اللي احنا بدأنا بيه المرة اللي فاتت، قلنا إن ده كانت اللور ليب، وده الريدج اللي بيتعمل داخله الآن الأسنان، ودي التانج. فصلنا بين الريدج والتانج، وده ما يهمنيش مش مشروح في الشابتر ده، لكن فصلنا بين الليب والريدج بحاجة اسمها فيستيبيول. يتبقى لي الريدج ده يصنع فيه الأسنان الآن. عشان نتخيل بس هي دي ايه، ده اكتوديرما او ابيثيليوم. عشان نشوف المنظر ده هنقطع مقطع كده اهو ونبص من الجنب. اتفضل. لما بنقطع بقى كده اهو، خلي بالك دي ليب وده ريدج وده تانج، والاسنان سوف تصنع الان جوه. لما قطعنا كده اهو يبقى دي الليب وده الفيستيبيول اللي عملناه المره اللي فاتت بالفيستيبولار لامينا، وده الريدج اللي هيبقى بعد كده اللثه الجنجفه. والان في صباع نازل تحت اتكلمنا عليه المره اللي فاتت اسمه دينتال لامينا، واتفقنا في اخر لقطه المره اللي فاتت ان لما بنقطع مقطع اللي بتشوفه هو الاورال ابيثيليوم او البرايمري ابيثيليال باند، نازل منها مين دينتال لامينا، اللي نزل بعد كده منها لاترال دينتال لامينا صغيره. اخر حاجه قلناها ان هذه لاترال دينتال لامينا، ده كلام بدايه النهارده، هتنتفخ كده تحت وتعمل كوره كده اسمها باد ستيج. وهذه الكوره هيبدا يحصل فيها انفاجينيشن. مكتوب بقى في النظري سهل مش محتاج تخيلات جامده، كأن عندك كوره بلاستيك بس مهويه شويه، قمت جايب نفس الكوره البلاستيك دي المهويه شويه دي زي دي كده اهو، جبت نفس الكره البلاستيك المهويه دي وقمت ضغطت عليها من تحت من تحت من تحت من تحت كده اهو، فبقى في كونكافيتي جوه هذه الكوره تبقى عامله زي شكل الطاقيه، كاب ستيج. اذا لو احنا دي دينتال لامينا، لاترال دينتال لامينا، كانت فيها انتفخت من تحت فبقت باد، ثم بدا يحصل تكدس او تكاثر للدم اللي اتفقنا عليه المره اللي فاتت اللي هو الاكتوميزنكايم داخل الباد فعمل كاب. لكن الكلام ده كله متعلق هنا. عشان نعرف ندرس بقى كويس عايزك تركز معايا في الحته اللي جايه دي عشان مهمه جدا، هينبني عليها كل ما هو آتي. ده اورال ابيثيليوم. لما اخد مقطع كده الاورال ابيثيليوم ما بيبانش غير خط اللي احنا رسمناه برضو في اخر مقطع المره اللي فاتت، وينزل منه مين دينتال لامينا ولاترال دينتال لامينا وكوره فيها كونكافيتي. احنا بقى عايزين ناخد المنظر ده اللي هو ده والعصايه الحته اللي نازله ونكبره شويه. هناخد بصوا يا جماعه، هناخد الحته دي كده نكبرها شويه الحته دي عشان تبقى فاهم يعني ايه اورال ابيثيليوم ويعني ايه مين دينتال لامينا ويعني ايه. هيطلع لنا هذا المنظر. يا نهار ابيض ايه الفرق ده؟ ده كده هو ده كده، ده هو ده، يبقى ده الاورال ابيثيليوم اللي انت بترسمه في اي كاب ستيج او ايرلي بيل او غيره. ده الاورال ابيثيليوم. نازل منه حاجه اسمها مين دينتال لامينا اللي اتفقنا المره اللي فاتت برضو ان هي عباره عن حيطه كبيره. نزل من المين دينتال لامينا دي لاترال دينتال لامينا الصغيره دي اللي اتنفخت وعملت كاب ستيج وباد ستيج ثم كاب ستيج اهي. يبقى دي مين؟ الحيطه الكبيره، ودي لاترال، ودي الدنتال اورجان او الانامل اورجان اللي على شكل كاب عشان فيه كونكافيتي جواه. فلو دي هتعمل سنه لبنيه فبتبقى لاترال طلع ليبيال، دي بقى اسمها سكسيشنال، دي هتعمل السنه الدائمه فهتبقى الناحيه الثانيه لينجوال. ادي مين، ادي سكسيشنال، ادي لاترال، ادي دنتال اورجان، ادي اورال ابيثيليوم. قبل ما نقطع مقطع دلوقتي عشان تشوف اللي انت بترسمه في سيكشن العملي، نشاور على فراغ غريب شويه. هذا الفراغ اللي صباعي موجود فيه دلوقتي، الفراغ ده بين ثلاث حاجات. واحد مين دينتال لامينا، صباعي هنا محطوط بين ثلاث حاجات، ادي واحد ادي اثنين ادي ثلاثه، الحته دي والحته دي والحته دي. الاولاني ده اسمه مين دينتال لامينا، الثاني ده اسمه لاترال دينتال لامينا، الثالث ده اسمه دينتال اورجان. هذا الفراغ
هذا الفراغ اسمه انامل نيتش، عشان لما تقرا في الكتاب هتلاقيه كاتب لك ايه؟ انامل نيتش هو space between main and lateral and dental organ. ده مش هتعرف تتخيله ابدا برسمه، لازم شكل ثلاثي الابعاد زي ده. حلو الكلام. برضو قبل ما نقطع عايزين نقول حاجه، ان احنا واحنا بنبص على الكات من جوه لقينا حاجه غريبه قوي. لقينا حاجه زي ما يكون عقده، تكدس من الخلايا نازل لي لتحت كده اهو. بقليله من الخلايا دي، البقليله دي اسمها انامل نوت، KNOT. انامل نوت دي حاجه متشافه اهي. اللي انت بترسمه في السكشن وفي النظري ان احنا بناخد المقطع ده، نركز كده مع بعض شويه، ونقطعه كده بالسكينه كده، واقطع بقى كل ده، واحاول دايما وانا بقطع اقوم جايب كل حاجه كده كده كده، كل ده. نقطعه ازاي بقى؟ طب نقطع ازاي بقى يا جماعه؟ الموضوع بسيط جدا. تقول بسم الله، وبعدين تقول نعم، وبعدين تقوم عامل كده. شايفين السكينه؟ شايفين السكينه؟ بص، بسم الله بسم الله بسم الله. حد شاف حاجه؟ ايه ده؟ الله اكبر الله اكبر. لقد انقسم، لقد انفلق الكاب ستيج. بس تعمل ايه؟ تقول بسم الله وتقول نعم، تقوم عامل كده، هوبا، بقوا 2. ده بقى اللي انت بترسمه حضرتك في السكشن. مين ده؟ ده الاورال ابيثيليوم. مين الحته دي؟ المين دنتال لامينا. مين اللي مايله دي؟ اللاترال. مين الكوره دي بقى والبقليله اللي في النص دي؟ ده الكاب نفسه، الدنتال اورجان. ومين اللي هناك دي؟ السكسيشنال. عادي، مش لازم دي، ممكن ترسم اختها للناحيه الثانيه، فساعتها هتلاقي الكاب على اليمين والسكسيشنال على الشمال، مش فارقه. خلاص؟ هذا الكاب بقى لو رجعناه مكانه تاني، قلت بسم الله وقلت لا ورجعته تاني، هيحصل ايه بقى؟ نخش في المرحله الثانيه، ان يبدا يستمر الكاب في التعمق لجوه والاوتر تكبر لبره، فيتحول المنظر من كاب ستيج الى شكل زي الجرز، بيل ستيج. من كتر ما هو كده اهو. بص سبحان الله، والله يا اخي الهيستولوجي بيشرح نفسه. في نهايه الايرلي بيل ستيج بتبدا الدنتال لامينا ترفع 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 لحد ما في بدايه الليد بيل ستيج، ايه ده؟ تين، الدنتال لامينا تتقطع ويتفصل الدنتال اورجان عن الاورال ابيثيليوم، وتبدا السنه تكمل نمو 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 لحد ما تبقى سنه كامله، وتقوم تبدا تطلع 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 وتشق اللثه ويحصل لها ايرابشن. وبعد ما نتعب فيها كل التعب ده كله، نعمل فيها ايه؟ بس خلصت، مفيش اي مشاكل خالص كده. محتاج تكمل بقى بالفيلم الفيديو الثاني اللي هو طبعا مش من تأليفي ولا من صناعتي، اللي هو التوث ديفلوبمنت، فيلم 3D موجود فيه بقى من اول بقى الكاب ستيج مع مرورا بالاير بيل والليد بيل، وخاصه الحته بتاعه تكوين الانامل وتكوين الدنتين دي معموله بطريقه فنيه رائعه. It all starts at the primitive mouth of a 5-week-old embryo. At the location of the future dental arches, the epithelium of the primitive mouth is called odontogenic epithelium. Under this odontogenic epithelium, the mesenchyme is turned into ectomesenchyme, arising from neural crest cells. The odontogenic epithelium then sends induction messages that convert the neural crest cells into odontogenic cells. Then, by shift of the mitotic spindles of the basal cells, the odontogenic epithelium proliferates and then becomes invaginated, forming a U-shaped band known as the primitive epithelial band. This primitive band bifurcates into a primary dental lamina on the inside and a vestibular lamina, which will eventually form the vestibular mucosa on the outside. It is on this dental lamina that the teeth will form. For this to happen, dental placodes will appear, inducing the formation of dental buds. The ectomesenchyme then sends signals that trigger localized cell proliferation. The bud thus turns into a dental cap.
This cap is formed around the dental papilla. It is surrounded and protected by the dental follicule. The germ of each deciduous tooth is thus formed with a certain time lag. After this, we reach the bell stage. The tooth germ increases in volume and expands while creating the future enamel-dentin junction. Finally, the coronal dentin and enamel of the tooth are progressively formed along the cusp slopes.